بتحسي إن ابنك أو بنتك عنادهم بيخلي البيت كله يتقلب؟ تطلبي حاجة يرفض كأنه بيتحدى وتحسي الدم بيغلي؟ الحقيقة العناد مش عناده بس، ده طريقة بيقولك بيها اسمعيني. وفي 3 خطوات بسيطة تقدري تطبقيها في نفس اللحظة، وبدل ما الموقف يولع يتحول لضحكة. خليكي معايا عشان الخطوة الأخيرة هي السر. أول خطوة، انزلي لمستواه، بصي في عينه ونيدي اسمه بهدوء. تاني خطوة، قوليله السبب اللي بتطلبي عشانه الحاجة، علشان سلامتك أو علشان نحافظ على البيت. تالت خطوة، اديله اختيارين انتي راضية عنهم وخليه يحس إن هو اللي قرر. كده انتي حفظتي كرامته وقللتي العناد في نفس اللحظة. لو حابة تتعلمي طرق أكتر للتعامل مع ولادك، اشتركي في القناة. العناد لو عرفنا نفهمه بيتحول لقوة في شخصية ابنك. انت المفتاح، وطريقة ردك هي اللي بتحدد شكل العلاقة. لو الفيديو لمس قلبك أو حسيتي إنه بيتكلم عنك، اعملي لايك وسيبلنا في الكومنت أكتر موقف عناد حصل، ويمكن نعمله فيديو مخصوص. وافتكري، التربية مش حرب، التربية مشاركة.